السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة نعمل مع بعض طريقة المكرونة الاسباجيتي بطريقة جديدة. هوريكم. طبعا انتوا عارفين الطماطم غالية، هنعملها بالصلصة النهاردة. احنا عايزين كده 1.5 لتر مية، كمان هتغلي كده. هننزل عليها بمعلقة ملح كبيرة، وكمان شوية زيت صغيرين كده، معلقة الملح، وحوالي يعني معلقتين كبار بتاعة الاكل زيت بس. دلوقتي هننزل بالمكرونة بقى. بصوا قطعوها التقطيعة اللي انتوا بتحبوها، انا بحب اقطعها 2 بس، عايز يسيبها كبيرة براحته يعني، بس هي كده بتبقى احسن. دي نص كيلو مكرونة سباجيتي، طبعا انتوا على حسب ما انتوا عايزين تعملوا. دلوقتي هتاخد 5 دقايق بس، وهنصفيها في مصفى، ومش هنحط عليها مية لغاية ما المكرونة تتسلق كده. انا كان عندي نص كيلو بانيه، طبعا تبلته، انتوا عارفين، بصلتين صغيرين نبشرهم، نحط عليهم ملح وفلفل، ونحط ورق راولة بس، نسيبها في التلاجة ساعة. دلوقتي بقى هنقطعها زي الشاورما كده، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنقطعها بالطول، هنقطع طبعا الكمية كلها للنص كيلو بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنجيب صينية فيها حتة زبدة، ونشوح فيها البانيه ده او الشاورما اللي احنا هنعملها. دلوقتي كده هنحط قطعتين الزبدة زي ما قلت لكم كده، وهنزل عليهم بالبانيه او الشاورما اللي احنا قطعناها، تسيح شوية كده زي ما احنا شايفين كده. حطيناها على النار، هنحط عليها بقى البانيه كده بالشكل ده. بسم الله. برضه هنحط التتبيلة بتاعته. نسيت اقول لكم، انا بحط نص ليمونة في التتبيلة ومعلقتين خل كبار. كمان هننزل عليها معلقتين كبار زيت ذرة كده زي ما احنا شايفين. وعايزه اقول لكم نصفي البصل ده او التتبيله بتاعتها من الميه تماما، وبعد كده نحطها عليها. دلوقتي كده احنا جبنا الحله. دلوقتي نعمل مكرونه مع بعض، ونحط فيها قطعه زبده كده زي ما احنا شايفين، او قطعتين. لو بتحبوها بزبده بس براحتكم. هحط برده معلقتين كده زيت ذره. هنحط فيها دلوقتي معلقه ثوم مفروم كده، معلقه كبيره، مش هنخليها تحمر يعني، تصفر كده شويه بس. وهننزل ب4 معالق كبار صلصه، معلقه كاتشب، وفلفل وكمون وملح، ومعلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره قرفه. اللي حابب القرفه بس هي بتفرق في الطعم بصراحه، بتبقى جميله جدا. كده تمام، خلاص اصفرت كده. هنزل ب4 معالق كبار صلصه، اي نوع صلصه عاديه براحتكم. هنزل كمان عليها بمعلقه كاتشب، هنزل عليها كده بمعلقه القرفه الصغيره، معلقه البابريكا، هنزل بنص معلقه الملح. احنا حاطين ملح في المكرونه، فالملح برضه على حسب الرغبه، ما تكتروش. معلقه صغيره فلفل. دلوقتي كمان هنزل بنص كوبايه ميه، نقلب بقى كل ده كده. هنزل كمان بمعلقه خل، بجد بتفرق في الطعم. نرجع للشاورما اللي احنا بنعملها. دلوقتي هننزل بقى. بصي قربت تستوي، هي لسه شويه، بتاخد حوالي ربع ساعه. ننزل عليها بقى بالتوابل، معلقه صغيره قرفه، ربع معلقه بابريكا كده. هنزل كمان ببشره جوز الطيب كده، حوالي ربع معلقه، ومعلقه كبيره بهارات شاورما، تيجي من اي سوبر ماركت او من عند العطار. نقلبها كويس جدا كده. بجد ريحتها تحفه بجد، ياريت تجربوها. طبعا انا محطتش فلفل ولا ملح،
لان انا كنت حاطه في التتبيله بتاعتها. لو دقتوها ولقيتوها عايزه تحطوا لها ربع معلقه، بس اللي بيحبوا الملح كتير يعني. دلوقتي كده استوت. طبعا احنا بقى عشان الذوق طبعا والناس لما بتاكل او احنا عامه لازم نشيل بقى الورق ده، هنقيه كده ونشيله. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده انا شلت كل ورق الراوله. دلوقتي بقى هكون مقطعه بصلتين صغيرين او بصله كبيره بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وهننزل على الشاورما بالبصل ده نتبله شويه بس كده. كده نرجع للصلصه تاني كده. خلاص تمام. هننزل المكرونه بقى عليها زي ما احنا شايفين كده. المكرونه حطيناها في المصفى دلوقتي بقى لغايه ما صفت ميتها خالص. بعد كده هنحطها على الصلصه. بسم الله. كده قلبناها زي ما احنا شايفين. بصوا طالعه تحفه وريحتها تحفه بصراحه. دلوقتي بقى هنغرفها في طبق كده زي ما احنا شايفين. بصوا بقى بسم الله. لو عندنا فلفل الوان بقى او فلفل اخضر براحتكم باخديه، بيدي قيمه غذائيه عاليه جدا. بس هي كده استوت. بس انا بديها تقليبتين بس، والبصل بسيبه يقرمش كده عشان زي المحلات بالظبط. لو جبتوها من بره هتلاقوها كده بجد، يا ريت تجربوها تحفه. دلوقتي بقى هننزل بالشاورما على المكرونه كده زي ما احنا شايفين بقى. كده هنغرف بسم الله. وكده طبق المكرونه بالشاورما وبالهنا والشفا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وقولوا لي رايكم في التعليقات في الكومنت.